باحب كل شهر أعمل تتبيلات لحمة وفراخ واشيلها في الفريزر، ما بياخدوش وقت في التحضير، بس طول ما هم عندي ما باشيلش هَم الغدا كل يوم ولا الوقفة الكتير في المطبخ. بس في الأول خلّيني أوريكم الكبة الجديدة اللي جبتها من هافار. كنت عايزة أجيب كبة كبيرة تستحمل معايا وتسهّل عليّا. الماتور بتاع الكبة نحاس قوي جدًا 2000 واط وحجمها كبير 6.5 لتر. معاها ضمان سنتين والقطعة دي عشان تثبتها أثناء الاستخدام، والسلاح 4 شفرات وستانلس قوي جدًا. أهم حاجة إن التروس معدن يعني هتعيش معاكِ، وفي معاينة وقت الاستلام، والشحن مجاني، وفي قطع غيار متوفرة لكل المنتجات. بجد أحلى حاجة جبتها الفترة دي. تعالوا أوريكم عملت فيها إيه. أول حاجة هنعمل كفتة الفراخ. حطيت صدور فراخ وبصلتين، البهارات وكل حاجة هتلاقوها في الكابشن تحت الفيديو. حطيت بقسماط وزيت، الكبة سرعتين الاتنين أقوى من بعض. أنا ما صدقتش، فرمت لي الفراخ في ثواني، انبهرت بيها بجد. حجمها بالنسبة لي تحفة، عملت فيها كمية كبيرة في ضربة واحدة. جبت جبنة موتزاريلا وعملت منها كور صغيرة كده، وخدت قطعة من الفراخ فردتها وحطيت جواها الجبنة الموتزاريلا وابتديت أقفلها بالشكل ده، وبعدين فضلت ألف فيها عشان تديني شكل الكفتة كده. نص الكمية التاني أخدت قطع ولفتها على إيدي كده عشان أعمل كفتة فراخ مشوية. أما كرات الكفتة بالجبنة بطلعها من الفريزر، أحطها في بيض وبقسماط وأقليها. مهما وصفت لكم الكفتة دي خطيرة إزاي مش هعرف. بصوا بقى الجمال، والجبنة بتمط. أنا مش هتكلم، انتوا لازم تجربوها. التتبيلة التانية تتبيلة البفتيك. هنحتاج بصل وطماطم، بهارات كاتباها لكم تحت الفيديو، وزيت زيتون. هي ضربة واحدة في كبة هافار والتتبيلة تبقى جاهزة. وأحلى حاجة بقى إن الكبة حجمها كبير، بتبل جواها الأكل، مش محتاجين نعمل مواعين كتير. بقسمه على قد كل وجبة، واللي عايز الفيديو اللي فيه طريقة التسوية يكتب لي وهبعتهوله. أحلى حاجة بقى إنك تعملي برجر وتشيليه في الفريزر. حطيت اللحمة والبهارات المكتوبة، وفي ثواني كبة هافار عجنت لي اللحمة. أنا فعلا مبسوطة إن أنا جبتها. شكلت الكمية كلها بالبرجر بريس، ولو ما عندكوش بإيديكوا عادي. أهم حاجة بين كل واحدة تحطوا كيس بلاستيك عشان لما تطلعوه من الفريزر تفكوه بسهولة. كاتبالكوا لينك الويب سايت بتاع هافار، تقدروا تطلبوا من عليه وتدخلوا شوفوا منتجاتهم. عندهم كل حاجة ممكن تحتاجوها. مستنية رأيكم.